الحسابات البنكية كيفاش نخرجوا عليها الزكاة؟ الحسابات الجارية نخرجوا الزكاة عليها يوم الحول على الرصيد الموجود فيها. طبعا لو أودعنا أموال والبنك مازال ما سجلهمش في المحاسبة متاعه نضيفوهم، لو خرجنا مصاريف والبنك مازال ما خصمهمش نخصموهم. الحسابات الاستثمارية، تفادر الادخار وغيرها، هذه زادة توجب فيها الزكاة. إذا كان في مصارف إسلامية وقتها نزكيه على الرصيد الموجود، يعني أصل المال مع الربح متاعه المجموع يخضع للزكاة. لكن لو هو في حسابات ادخار في بنوك تقليدية نزكيه على رأس المال متاعنا فقط، يعني رأس المال اللي حطيناها احنا هذاك يوم الحول نزكيوه، لكن اللي يزيدون عليهم الفوائد هذيك ما نزكيوهاش، لأن احنا أصلا نتخلصوا منها ما نصرفوهمش في حياتنا العادية. فالخلاصة كون الحسابات البنكية الكل تخرج عليها الزكاة، إما على رأس المال وربحه إذا كانوا جائز، ولا على رأس المال فقط إذا كانوا غير جائز.